السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هعمل معاكم صينية فراخ بالبطاطس. اكلة في صينية واحدة، اكلة سهلة. هنجيب معاكم الفراخ مغسولة ومتنضفة حلوة، وعصرين عصلها بالملح والليمون، مصفياها ومنشفاها من المية، مفيهاش مية، ومعلقة مكعبين زبدة، معلقتين زيت. وهنحط الفراخ، مش هنحمرها، هنشوحها بس، نقفل المسام بتاعتها على الناحيتين. هرش منها من التوابل اللي انا وريتها لكم دي، هرش على الوش اللي هو من بره ده، ولما اقلبها هرش على الوش التاني. التوابل عبارة عن معلقة ملح، معلقة فلفل اسمر، معلقة بهارات فراخ، معلقة 7 بهارات، معلقة شطة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة ونص معلقة توم بودرة، ونص بصل. وقلبناها على الناحية التانية، وبرضه رشيت عليها نفس التوابل. ونطلعها في طبق، ونفضي الصينية، وهنحط في الصينية البصل، بصلتين كبار، مش قوي يعني، مقطعين، وزودت مكعب زبدة تاني يدبلوا، وحطيت عليهم بقية التوابل. انا صباح، ودي قناتي، متنسوش اللايك والشير، واشتركوا في القناة، واعملوا لايك واعملوا اشتراك. اهو رجعنا الفراخ فوق البصلة على الجنب اللي في العظم من تحت، واللحم من فوق. ودي حتة انا كنت نسيتها احمرها، اشوحها مع البتاع، حطيتها. وضفت البطاطس، ده كيلو ونص بطاطس عشان الصينية كبيرة شوية، متقطع حلقات. ودي قوطة كانت عندي في الفريزر المسبكة زي صلصة، لو دايبة شوية يعني، بنطلعها من الفريزر بقالها حبة. وهنغطيها، وهنغليها غلوة من فوق، وبعد كده ندخلها الفرن تكمل سواها في الفرن. هي انا بغليها غلوة واحدة بس من فوق. والسلام عليكم ورحمة الله.